مساء الخير على كل متابعين قناة ميكانيك الصعيد. النهاردة جولة سريعة حول تيست الديزل. أنا بطبيعتي ما بشتغلش في الديزل. أنا مش متخصص ديزل. أنا يمكن اشتغلت كام شغلانة ديزل، بس أنا أول مرة أروح تيست الديزل. رحت في البلد بتاعتي ففتشت بصراحة مركز السادات لتيست الديزل، ناس محترمة جدا. لقيت هناك الأخ أحمد والأخ عبد الله، محترمين والتعامل بتاعهم أكتر من روعة. أنا اللي طلبت منهم إن أنا أصور، هم ما طلبوش مني الناس بصراحة. لقيت من كتر احترامهم أنا حبيت أعمل الفيديو ده مخصوص علشان بصراحة يعني. اللي أنت شايفه قدامك ده الأستاذ أحمد بيعمل اختبار للرشاش وبيظبط الفونيا بتاعة الرشاش. ده بالنسبة لجزئية الأستاذ أحمد. ننتقل لجزئية الأستاذ عبد الله. عبد الله هنا بيربط الطرمبة على جهاز التست عشان خاطر يظبط الطرمبة. الجهاز التست هنا الطرمبة بتتثبت على الجهاز، والجهاز بيلف الطرمبة، بيخلي الطرمبة معايا تضخ السولار، فبيشوف المنسوب بتاعها كويس ولا مش كويس. اولا الجهاز ده بيشوف الكباس بتاع الطرمبة، الضخ بتاعه كويس ولا لا، بيهرب ولا لا. آه ومن خلال الجهاز بيظبط كمية السولار اللي طالعة من الطرمبة على الرشاشات. هسيبكم معنا الفيديو. حبيت كل المتابعين ياخدوا فكرة عن موضوع التست، وما تنساش تقول لي رأيك في الفيديو في التعليقات. لو انت لسه جديد في القناة يا ريت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واللايك بتاعك بيشجعني ان انا اقدر اعمل فيديوهات مفيدة ليك ولكل الناس. شكرا لكل المتابعين. رنيت عليه احمد. طب تعال غير المواسير دخان. كذا كذا مرة تيجي
تعالوا قبل. ايه. سلامات. تجيب سكر زيت. تجيب سكر زيت. في سرعة فوق النهاية. والله هي بس بنزين وبنفس الوقت. حلو الكمبرسات. ايه لما بننزل تحت كده عامل عمرة.